يا مساء الفل، ازيكم؟ مساكوا سكر، مساكوا عسل، مساكوا كل حاجة جميلة. من فضلكم فعلوا الجرس، عايزة اشتراك وتعليقات. وقبل أي كلام نصلي على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. في مثل بيقول اكتفي شر من أحسنت إليه. في مثل بيقول خير تعمل شر تلقى، وخصوصا لما بيجي من أقرب الأقربين الأولاد. نسمع المشكلة ونشوف يا جماعة آخر المشكلة هيحصل إيه. الأم هي اللي بتحكي، بتقول أنا مخلفة بنتين وولد، اتأرملت وهي في عز شبابها. تمام، ربت البنتين، علمت وشورت من معاشها ومن فلوس ابنها. ابنها داخل على 40 سنة وقال لك أسطر إخواتي. الراجل ما بيبورش، الراجل ما بيبورش، لكن سترة البنت هو ده اللي أنا لازم أقوم بيه. الأم والأخ اتكاتفوا وعلموا وشوروا أحسن شوار واتجوزوا جوازات محترمة. كل ما يخطر على بالكم من طلبات تنفذ. هاتي 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 هات، خدي 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 خدي، ما بناخدش حاجة. الأم والابن، الابن داخل على 40 سنة لسه ما اتجوز، اللي في سنه جوز وخلف. يحصل ايه يا جماعة؟ يحصل ان يعني حصل ظروف لبنت من البنات والظروف اتلخبطت، فمن اصل الام واصل الاخ بيسندوها. اجت قعدت معاها، فالام بتقول انا نايمة في سريري بقميص على اساس اللي نايم في بيتي جوز بنتي، يعني ابني ما جوزلوش. يحصل ايه؟ يسرقوها وياخدوا حاجتها ولبسها وفلوسها وذهبها، ويا ريت على كده وبس. لا، ده هي قامت مرة جوز بنتها كان عاوز يتهجم عليها ويعمل معاها علاقة، وشافت منظر قذر من أعضاء جسمه. لازم تفهموني. فقالت أعمل إيه؟ أبلغ على مين؟ على بنتي وجوز بنتي؟ ده حتى عيب، ما يصحش. لازم أستر على بنتي وعلى جوز بنتي. ومرضتش تعمل أي حاجة عشان الفضايح، بتلم الفضايح. بس اطردوا طردة الكلاب. ليه؟ لأنهم خسسة، ملهمش أمان، حراميين، سرقوا كل حاجتها وذهبها وفلوسها ولبسها، حتى الأكل والشرب سرقوه. ويا ريت على كده وبس، لا كان عاوز كمان يعتدى على حماته، وادت له جوز اقلام وقالت له فوق، ده انا حماتك، يعني في منزلة امك. حد يقبل بكده؟ حد يقبل بكده؟ يا ريت تعلقوا. يا نهار ابيض، ده انتوا متأكدة يا امي ان دي بنت حلال؟ بتقولك بنتي وبنت حلال. هل في بنت تعمل كده؟ البنت العاق او الولد او البنت العاق
انتوا عارفين يعني ايه عاق؟ يعني كأنها بتذبح امها او ابوها. اياكم ودعوة المظلوم، واياكم ودعوة الام. دعوة الام صعبة. فهقول في رب، إذ كان ما فيش حد قادر لهم، ربنا يقدر عليهم. ربنا يا جماعة لا بيغفر، ربنا لا بينسى ولا بينام ربنا فوق ومتطلع. ربنا اسمه الحق والعدل. لكن يا أمي اجمدي شوية، ما ينفعش ضعفك ده. انت بتقولي اديتي وما خدتيش. من اللحظة دي انت ثم انت ثم انت ثم انت. مفيش حاجة اسمها دلوقتي في الزمن ده الأولاد وضنايا وبنتي. ده أنا ما كنتش أمن لبنتي، أمن لمين؟ لا يا حبيبتي، ما تأمنيش إلا لنفسك، ثم نفسك ثم نفسك. الدنيا بقت غابة. بس والله من فحر فحر الأخيه وقع فيه، وربنا ما بيسيبش إلا غضب الأب والأم. لا تاكل لهما أفا. يعني أفا يعني لو هتقول لها كلمة بسيطة قوي هتترد. فالأم حاجة كبيرة. الأم يعني العطاء بلا مقابل. الأم يعني دعوة. يا بخت اللي أم وأبوه راضيين عليه، ويا ويلهم اللي أمهم غضبانة عليهم. هتشوفوا كتير. كفاية إن الأم بتحاسبن، بتقول أنا وكلتك قضيتي يا الله، طلعت لك قضيتي، هات لي حقي. الأم بتقول لربنا اللي اسمه الحق والعدل هات لي حقي، هيجيبه تالت ومتلت. فمحدش يقف في وش الأم، أو محدش يقف في وش الكبير. الكبير كبير. اسمعوا المشكلة، وعايزة آرائكم، وأشوفكم على خير في مشاكل من الصفا، وأقول لكم أشوفكم على خير. سلام.